هنعمل النهاردة حاجة الولاد بيحبوها جدا. حاجة بسيطة قوي. مكوناتنا بسيطة جدا: 2 كوباية من الدقيق، وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة، مع فانيليا، و2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح دي هحطها برضو، ونص كوباية من اللبن، وعندي نص كوباية زبدة، وكوباية من الشوكليت شيبس او اي شوكولاتة انتي بتفضليها، بتقطعيها لقطع صغيرة زي كده. فعندك الاتنين، انا حطيت من الاتنين. كان عندي شوكولاتة مطبخ والشوكليت شيبس، اخدت يعني من الاتنين. وعندي كوباية من السكر. اول حاجة هخلط الزبدة مع السكر. انا الزبدة المفروض تكون بدرجة حرارة الغرفة، هي كانت مجمدة بس شوية فاضطريت اني اعملها كده. بس لو كانت بدرجة حرارة الغرفة هستخدم على طول المضرب بتاعي من غير ما استخدم الاسباتشولا. هضرب بقى الزبدة مع السكر بعد ما خلطتهم كويس كده مع بعض، خليتهم امتزجوا مع بعض. فاخلطهم كويس جدا لغاية اما يبقى القوام بتاعهم كريمي. والمفروض ان انا كنت اضرب اكتر من كده، كل ما هتضربي اكتر في الزبدة مع السكر هتديكي قوام هش جدا للكيك. النهاردة بقى هنعمل مافن كيك حلو جدا بقطع الشوكولاتة، هيعجبكم جدا. هنحط بقى البيضتين، لازم طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا معلقة من الفانيليا، تمام، معلقة صغيرة. هقلبهم مع بعض وهضرب بالمضرب كويس جدا لغاية اما تبقى معايا بالشكل ده، حلوة جدا كده، تمام. هاخد بقى المكونات الجافة بتاعتنا: الدقيق، وهحط عليه الملح، وهحط كمان معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ولازم انخلهم على خليط الزبدة. هحط نص الكمية واقلب، وبعد كده هحط النص التاني عشان بس يبقى سهل معايا في التقليب. كده الخليط بتاعنا خلاص كده تمام. هحط بقى اللبن، نص كوباية من اللبن، تمام، طبعا بدرجة حرارة الغرفة برضو، واقلبه كويس مع الخليط الكيك بتاعنا، هيبقى معايا بالشكل ده. هحط بعد كده الشوكولاتة بتاعتنا وهقلب كويس لغاية اما يمتزجوا مع بعض. وهكون بقى بعد كده بعد ما يعني اخلص خالص خلط المكونات، هسيبها ترتاح لمدة 15 دقيقة. مش هحطها على طول في الفرن، يعني انا ما كنتش مشغلة الفرن، انا سبتها بقى ايه دلوقتي كده ترتاح. وبعد كده هشغل الفرن، هتقعد مثلا حوالي ربع ساعة ترتاح، في نفس الوقت الفرن بتسخن فيه. بكون ببدأ ان انا بعد كده بعد ربع ساعة ببدأ ان انا احطها كده في الكب بتاعنا. بحط ورق الكب كيك، وبحط معلقة في كل كب فيهم. وطبعا الفرن بتكون على درجة حرارة 220 رف اوسط، يعني في نفس الوقت اللي انا بريح فيه الكيك حوالي ربع ساعة بكون لسه بادئة ان انا اشغل الفرن. بحطه بقى في الفرن لمدة 20 ل25 دقيقة. طبعا بختبره لغاية اما بلاقي ان مفيش عجين خرج معايا، يبقى كده خلاص بقى تمام جدا. ودي المافن بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتعجبك وتعجب ولادك. يا ريت بقى لو شفت الفيديو يا ريت ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. ويا ريت تعملوا شير للفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وما تنسنيش بالتعليق حتى لو بحرف واحد عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. بصوا بقى المافن بتاعنا وجماله، حاجة بجد تحفة جدا، هتعجب ولادك جدا، طعمها تحفة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا هتعمليه في البيت من غير اي تعقيدات. حلو جدا ما شاء الله. اوعي تنسيني بقى في الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وانتظروني برضو هعمل لكم مافن الشوكولاتة حلو جدا وهيعجبكم قوي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.